النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع يعتبر مشابه شويه للاوبليك شوك ويف، بس هو يعتبر عكسه، وموضوع اسهل، فبالتالي الشرح هيكون اقل المره دي، وهيكون التطبيق على المسائل اكتر. معنى الاكسبانشن ويف ايه؟ هي نفس الفكره بالظبط بتاعه الاوبليك شوك ويف، بس بالعكس. انت دلوقتي كان عندك فلو، والفلو دوت المفروض ان هو ماشي سوبر سونيك، يعني ماخ نمبر اكبر من 1، والفلو دوت انت ماشيه على بادي، بس البادي دوت جه في جزء كده منه او عند ايدج معينه، وبدا ان هو ينزل لتحت كده. فايه اللي بيحصل للهواء بالنسبه لي؟ الهواء المفروض ان هو هيفضل ماشي، اللي هي الطبقات القريبه من البادي ده، طبقات الهواء اللي هي قريبه من البادي هتفضل ماشيه ملامسه للبادي بالمنظر ده. وبعد كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الهواء بدا ان هو يعمل ايه؟ يعمل فلو اواي، او ان هو يبعد عن الويدج بتاعي. فهو هيبدا ان هو يعمل ايه؟ هيبدا ان هو كانه بيعمل عمليه تصحيح تاني لنفسه، فبيبدا ان هو يعدل مره تانيه من الشكل بتاعه، ويبدا ان ينزل بالمنظر ده. طيب ايه اللي بيحصل بقى في البروسيس دي؟ ان انت كان عندك السرعه بتاعتك كانت سوبر سونيك، او كانت السرعه بتاعتك اكبر من سرعه الصوت بمقدار معين. السرعه بتاعتك هنا في ماخ نمبر 2 هتلاقيها ان هي اكبر من السرعه بتاعت ماخ نمبر 1 اللي هي اصلا كانت سوبر سونيك. تخيلوها كده لو بحاجه بسيطه خالص. تخيل مثلا ان انت طالع كوبري ماشي، وانت فضلت ماشي على الكوبري ده، وبعد كده بدات انت تنزل المنزل بتاعه. وانت بتيجي تنزل المنزل بتاعه هتلاقي نفسك ايه؟ ان انت لو سبت رجلك وانت بتمشي كده هتلاقي ان السرعه بتاعتك اصلا بدات تزيد لوحدها. هي نفس الفكره كده مع الهواء، ان الهواء بيفضل ماشي ملاصق 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 للبادي بتاعه. مره واحده البادي بتاعي دوت بيعمل زاويه نيجاتيف كده لتحت، فبيبدا ان هو عايز يصحح تاني من المسار بتاعه، فيبدا ان هو ينزل على البادي دوت بسرعه اكبر، بحيث ان هو يتفادى هو ايه؟ يكون بعيد عن الجسم بتاعي. طيب الطبقات بقى اللي هي فوق، طبعا الطبقات اللي فوق هتفضل ماشيه زي ما هي، مفيش فيها اي مشكله. انا بتكلم عن ايه؟ على الطبقات القريبه من الجسم بتاعي او البادي بتاعي. الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان ده دلوقتي ان انا برضو بيكون عندي هنا، انا عندي اتجاه الفلو اللي هو الاولاني كان بالاتجاه ده، فهيفضل بالنسبه لي باخد الزاويه بين اتجاه الفلو برضو اللي هي الديفليكشن انجل بتاعتي، الزاويه بين اتجاه الفلو، والزاويه بين مين؟ والزاويه بين الويدج بتاعي او البادي بتاعي، والزاويه دي بنسميها الدلتا توتال. طيب ليه بنسميها الدلتا توتال؟ لان انا في الغالب بيكون عندي اصلا الاكسبانشن ويف بتاعتي بتبقى بالمنظر ده كده، بتبقى نظام منطقه، مش مجرد ان هي جزء صغير بالنانوميتر او الميكروميتر زي الشوك ويف. لا، هي بالنسبه لي بتبقى ريجون، والريجون ديت او منطقه، وبتبدا ان المنطقه دي بعدها يبدا الفلو بتاعي يتحرك كده. طيب في خلال المنطقه دي بقى الفلو بتاعي بيبقى عامل ازاي؟ تخيل كده ان انت عندك الاكسبانشن ويف اللي هي المنطقه دي، او الاكسبانشن فان، احنا بنسميها الاكسبانشن فان. تخيل ان الاكسبانشن فان اللي موجوده عندك او المنطقه دي، تخيل كده ان انا قسمتها للايرز كتيره جدا. لو جيت قسمتها للايرز كتيره جدا هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في زاويه بتعبر عن السيتا، اللي هي الزاويه بين اول ديستربنس حصل عندي، او اول ديستربنس ويف، ممكن نسمي دي ديستربنس ويف اللي هي بالنسبه لنا الستارت، ودي كده بالنسبه لي هي الاند. اول ديستربنس ويف عندي هتكون ايه؟ هتكون زاويه معينه مع الويدج بتاعي، هنسميها مثلا سيتا 1 او سيتا اس اللي هي السيتا ستارت. واخر زاويه بالنسبه لي اللي هي مع الاند هتبقى بالنسبه لنا الزاويه ديت مع الايه؟ مع الجزء اللي هو بتاع البادي بتاعي، اللي هو بالنسبه لنا هتبقى السيتا بتاعه الاند. المفروض انها هتبقى مع الفلو، السيتا ديت هنعملها مع الفلو، دي كده بالنسبه لنا السيتا اس. والجزء الثاني ده اللي هو بالنسبه لنا السيتا اي. احنا دلوقتي قلنا ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل نظام ديستربنس كتيره جدا كده بتحصل، بحيث ان الهواء بتاعي يبدا يعدل من شكله، من الشكل ده يبقى في الاتجاه ده. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها ريجولار براندل مير فلو. تمام؟ يعني بيبقى في واحد اسمه برنتل مير عمل فانكشن معينه، والفانكشن ديت عملها على انفيتيزمال، على ويف صغيره جدا. تمام؟ والويف ديت كان المفروض البادي بتاعي نفسه كان ليه زاويه معينه كان اسمها دي دلتا. يعني ايه؟ يعني هو جه على ديستربنس مع وشاف الزاويه بتاعه الديفليكشن بتاع الديستربنس دي بزاويه صغيره جدا مع البادي اللي هي كانت دي دلتا، وبدا ان هو يشوف الاتيتيود بتاع الفلو بتاعي، فلقى ان الفلو خلال الجزء دوت بالنسبه لنا هو برضو ستيل ايزنتروبيك. وانتوا المفروض ان الدكتور اثبتها معاكم في المحاضره ان الدي اس لما جه حسبها طلع الدي اس بتاعي بصفر. فدام الدي اس بصفر يبقى الفلو بتاعي في الايه؟ في الجزء بتاع الاكسبانشن والفان دي هو ايزنتروبيك بالنسبه لنا. فايه اللي بيحصل بقى؟ ان الفلو بتاعي بيبدا ان هو يعدل من المسار بتاعه، يبدا ان هو ياخد اتجاهات مختلفه كده بشكل لينير،
الشكل دوت المفروض ان هو لينير لحد ما يبدا ان هو يوصل في نفس الاتجاه ده. فانت بتيجي ترسمها ازاي؟ انت المفروض بيكون عندك الاكسبانشن فان بالمنظر ده، فانت بتبدا ان انت ترسم اتجاه كده واتجاه مثلا كده اللي هو مع البادي، وبتبدا ان انت تعمل ايه، خط كده داش كانه بيوصل بين الاثنين بالمنظر ده. الخط الداش دوت ما تبينش ان هو كيرف قوي على قد ما تبين ان هو ايه، كانه نظام لينيرز كده كتير متقطعه. فاحنا كده خلاص احنا فهمنا ان الاكسبانشن فان دي اللي هو المنطقه اللي هيبدا الفلو بتاعي يعدل نفسه فيها هي اللي بيكون ليها ستارت معين وليها اند معين. في الاثبات برضو اللي الدكتور المفروض شرحه معاكم ان هو اثبت ان احنا عندنا، لو انا بقى بتكلم بشكل عام، لو انا كان عندي مثلا بادي بشكل عام كده، وطبعا البادي ده هيتكون فيه ايه، هيتكون فيه شوك ويف، وهنفهم ليه بيتكون شوك ويف وليه بيتكون اكسبانشن ويف كمان شويه بسبب الايه، الزاويه بتاعتي. وانا عندي هنا زاويه صغيره اسمها الدي دلتا، والزاويه بتاعت الثيتا بتاعتي هي الزاويه دي. فانا عندي الفلو بتاعي هيبقى كده، وبعد كده مره واحده هيجي ايه كده. فانت لو افترضنا ان النورمال فيلوسيتي بتاعتنا اللي هي الايه، السرعه بتاعتي اللي هي النورمال فيلوسيتي، ان احنا مثلا هنسميها ان، السرعه ديت جت في الكيس 2 هتبقى المفروض ان هي هتبقى اقل بالنسبه للشوك ويف طبعا، عشان ايه، حصل حبه ديستربنس او حصل فقد في الطاقه نتيجه ان الايه، الانتروبي حصل لها تكون في المنطقه بتاعه الشوك ويف دي، فبالتالي النورمال فيلوسيتي في المنطقه الثانيه المفروض انها تبقى اصغر. بس انا هسميها دلوقتي ايه، هسميها ان بلس دي ان. الدي ان ديت بقى ممكن تكون بالبلس ممكن تكون بالنيجاتيف، يعني انا لسه هشوف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف دلوقتي على حسب الايه، القانون اللي انتم المفروض هتشوفوه كمان شويه. الجزء اللي هو بتاع التانجنت دوت لو سميته تي، فالتانجنت ده بالنسبه لي هو ثابت في المنطقتين، فانا عندي مثلا التي دي هي ثابته، فانا هسميها تي هنا وتي هنا، والجزء دوت هسميه ان بلس دي ان، ويبقى انا كده عندي السرعه بتاعتي مثلا اللي هي، لو افترضنا بقى ان الاتجاه بتاعي هو ده، مش كده، الاتجاه بتاعي هو الاسود ده، فانا كده انا عندي السرعه اللي هي مثلا السرعه قبل هنسميها في بس، والسرعه بعد هسميها في بلس دي في. واحنا هنا خدنا على ايه، على ديستربنس واحده بس او ديستربنس ويف واحده بس. فهو في الاثبات وانت بتيجي تثبت كده، لما طبقت كونتينيوتي ايكويشن، طبقت مومنتوم ايكويشن، وبدات تتعوض بيهم هما الاثنين في بعض، المفروض الكلام ده اتشرح بالتفصيل في المحاضره والخطوات بتاعته موجوده. المفروض ان انت لقيت في الاخر ان الان او النورمال فيلوسيتي دي، لقيت ان هي عباره عن ايه، عباره عن جذر الدي بي على الدي رو او البي على الرو. تمام. طيب ده المفروض القانون اللي هو بتاع مين، بتاع اللي هو المفروض السرعه بتاعه مين، الصوت. فانا كده يعتبر الديستربنس ويف بتاعتي، النورمال فيلوسيتي بتاعه الديستربنس ويف، او كل ديستربنس ويف في اللي انا رسمتهم اللي هم كتير قوي دول، كلهم بيعملوا بياخدوا الاتيتيود بتاعي بسرعه مين، بسرعه الصوت اللي هي كانت بتاعه البارتكلز بتاعه الهواء. فكده يعتبر كأن الديستربنس ويف دي تحولت لحاجه اللي هي ماخ ويف. الماخ ويف ديت ليها زاويه، الزاويه بتاعتي اللي هي الثيتا ديت كانها هي بالظبط الزاويه الميو، لان انت برضو في الاثبات هتلاقي ان ساين ثيتا هي بالظبط ساين ميو. طيب بعد العلاقات الكتير بقى، وبعد ما هو اتكلم على الماخ ويف، انا عايزك بس توصل ان احنا عندنا ان الدي في لقاها ان هي بتتناسب مع ماينس الدي دلتا، وان الدي بي والدي تي والدي رو الثلاثه دول كده مع بعض بيتناسبوا مع بلس الدي دلتا. وكمان لو احنا عايزين نزود هنا ممكن نقول ان الدي ام اللي هي بتاعت الماخ نمبر برضو بتتناسب مع ماينس الدي دلتا. طيب معنى كده ايه بقى؟ معنى ان انا لما ازود السرعه بتاعتي او ازود ماخ نمبر بتاعي لما يكون اكبر في الكيس نمبر 2، فبالتالي هلاقي ان الاشاره بتاعه الدلتا بتاعتي هي بالايه، بالنيجاتيف. ولما يجي عندي ازود اعمل بلس كده للدي بي والدي تي والدي رو، هلاقي ان هي برضو بتزيد معايا الديفليكشن انجل. فمعنى كده ايه، ان انا لو كان عندي بادي، البادي دوت ماشي بالمنظر ده، فالمفروض ان الزاويه بتاعتي هي ايه، هي هنا بوزيتيف، فاكيد هيتكون عندي ايه، هيتكون عندي شوك ويف. طب انا فهمت ازاي؟ ليه؟ لان انا المفروض ان الزاويه بوزيتيف، فاكيد السرعه بتاعتي في الكيس الثانيه هتقل، والماخ نمبر هيقل، وكل بقى البروبرتيز بتاعه البريشر والتمبريتشر والدنسيتي كلها هتزيد، فهيتكون عندي شوك ويف او اوبليك شوك ويف. طب لو هو بالنسبه لي الزاويه بتاعتي كانت بالنيجاتيف بالمنظر ده كده، فكده يعتبر الهواء هيمشي بعيد عن السطح بتاعي، فهيتكون اكسبانشن ويف. ليه؟ لان انا عندي في الحاله دي ان انا كان عندي السرعه بتاعتي ماشيه بسرعه معينه، وبعد كده جت في الحاله الثانيه بقت في بلس دي في، فلما زودت الدي في دي بالنسبه لنا ايه اللي حصل؟ الانجل بتاعتي بقت المفروض انها بالماينس، فبالتالي السرعه بتاعتي ايه، هتبدا انها تزيد، وكل البروبرتيز دي
هتبدا انها تاخد اشاره ماينس، لان ديت بالنسبه لي بقت ايه، بقت بالماينس، فكلهم هيبداوا ان هم يقلوا في الحاله دي. فانا كده بالنسبه لي كاي اكسبانشن ويف واي اوبليك شوك ويف هيكون عندي السرعه بتاعتي هنا في الكيس نمبر 2 او اللي هي بالنسبه لنا في الريجن 2 دي، وهنا برضو لو قلنا ديت ريجن 2، فهيكون عندي في المنطقه الثانيه دايما السرعه بتاعتي هنا هتقل، ماخ نمبر هيقل، والبروبرتيز بتاعتي كلها هتزيد. على عكس بقى تماما الاكسبانشن ويف بتاعتي، ان السرعه بتاعتي هتزيد، الام برضو هتزيد، والبي والتي والرو كلهم هيقلوا. طيب خلاص الكلام بقى، لو انت جالك مساله هل انت بقى هتبدا تشوف هي الزاويه بالبلس ولا بالماينس؟ انت اصلا كده كده اصلا لما بتيجي تتعامل مع الدلتا انت بتاخدها كابسوليوت، يعني بتتعامل معاها ان هي ابسوليوت فاليو، فبالتالي انت بتاخدها موجبه على طول. انت امتى تعرف انها سالبه بالنسبه لك كفيكتور، سواء بقى كانت في الكيس دي او الكيس دي؟ بص دايما على اتجاه الهواء وشوفه مع البادي. لو انت عندك اتجاه الهواء بالنسبه لك سوبر سونيك دايما، وانت ماشي كده ولقيت ان هو كانه هيصطدم في البادي ده، اعرف على طول ان انت هتكون ايه، هتكون شوك ويف. طب لو انت كنت ماشي كده بالهواء ولقيت ان الاتجاه بتاع الهواء بتاعك قبل بعد عن الجسم بتاعنا ده، فاعرف على طول ان انت هتكون اكسبانشن ويف. تمام. في برضو في بعض المراجع يقول لك كونكيف شيب وتاني كونفكس شيب، فانت افضل حاجه ان انت تفهمها بالمنطق ده. بص اعرف الزاويه بتاعتك هل هي هتبقى بالماينس ولا بالبلس، وبص هل اصلا الفلو بتاعك هيخبط في الجسم نفسه ولا مش هيخبط في الجسم نفسه. انت بقى المفروض بالنسبه لك عشان تيجي تحل اي مساله، فانت المفروض مطالب بحبه بروسيدور او حبه خطوات كده انت تعرفها. خلينا نتكلم عليها كده. المفروض ان برضو الدلتا بعد ما الدكتور جه اثبتها وعمل لها انتجريشن، طلعت كده بقانون، والقانون دوت كان فيه حبه معادلات كتيره في الجزء دوت، وفي الاخر بلس كونستانت. الجزء الكبير اللي انتوا هتلاقوه في المحاضره دوت بيعبر عن حاجه اسمها البريندلت ماير فانكشن، او بنرمز لها بالرمز اللي هو نيو ام. فانت بالنسبه لك الرمز اللي هو نيو ام دوت ده كده هي الفانكشن بتاعتك. فانت بقى مش هتيجي ان انت تاخد كل الشكل اللي فيه المعادلات الكتير ده وتبدا ان انت تحسبها، لا، انت المفروض هتلاقي تيبل، والتيبل دوت بيبقى فيه تو فاليوز بس، قيمتين صغيرين بس، وانت عندك التيبل ده هو عباره عن ورقه واحده بس. يكون في السرعه بتاعتي او ماخ نمبر بتاعي، بيكون في ماخ نمبر بتاعي وبينظروا البريندلت ماير فانكشن بتاعت ماخ نمبر دي. فانت بالنسبه لك التيبل هو عباره عن ماخ نمبر والنيو ام. ده كده يا شباب الشكل بتاع التيبل، هو ورقه واحده بس زي ما انتم شايفين كده. هتلاقي ايه، طبعا انا عندي بالنسبه لي الاكسبانشن ويف لاي سوبر سونيك زي ما احنا قلنا، فانت دايما هتلاقي نفس الفكره كده زي الشوك ويف تيبل. هتلاقي دايما الماخ نمبر بالنسبه لك بيبدا من عند الواحد، وبيبدا ان هو ايه يطلع لحد ما يوصل لايه، لانفينيتي، وهو يعتبر بعد رقم 5 بيبقى بالنسبه له قيمه انفينيتي، فهو جايبه لك هنا لحد 4.98. فانت المفروض هتخش عند اي قيمه الماخ نمبر هتجيب النيو ام بتاعتها. طيب انا دلوقتي مثلا هفترض ان انا عندي مساله، وسي المساله بالنسبه لي بالمنظر ده، ابسط حاجه خالص، وعرفت خلاص ان انا هيتكون اكسبانشن ويف بدايتها مثلا من هنا ونهايتها مثلا هنا. ده كده الستارت بتاع الديستربنس ويف بتاعتي، وده كده الاند بتاع الديستربنس ويف بتاعتي. انت بقى عايز ترسمها جوه المنطقه دي، تعمل نقط، تمام، عايز تعمل نظام كذا خط كده تبين ان هي مجموعه من اللايرز برضو، تمام. شوف انت الاريح بالنسبه لك ايه. انت بالنسبه لك هنا انت المفروض ماشي هنا بماخ نمبر معينه هنسميها M1، وهنا هتخرج بماخ نمبر تانية هنسميها M2. وانا عارف مليون في المية ان M2 ديت اكيد هتبقى بالنسبه لي ايه، هتبقى بالنسبه لي اكبر من M1 زي ما احنا شرحنا. فانت المفروض بتيجي تحسب ايه، انت المفروض مع الداتا بتاعتك او الجيفن هو M1 ده، فانت هتخش التيبل. فيبقى انا كده لو كتبنا هنا البروسيدور، لو قلنا البروسيدور بتاع الاكسبانشن فاهم سولفينج بروبلمز، ان احنا اول ستيب ان هيبقى بالنسبه لك جيفن الماخ نمبر بتاعك اللي هو الاب ستريم. لو اتكلمنا بقى بشكل عام هيبقى بالنسبه لك ماخ نمبر اللي هو الاب ستريم، ومثلا سي مثلا البريشر مثلا او التمبريتشر او ايا كان الداتا اللي هيديها لك، اي بروبرتيز بقى، لو هو مثلا اداك اي بروبرتيز وعايزك تحسب الايه البروبرتيز بعد، فده بالنسبه لك جيفن. انت بتعمل ايه، هتخش بالنسبه لك التيبل بريندلت ماير اللي هو البي ام، اختصار البي ام بس. فاحنا كده بالنسبه لنا هنخش البريندلت ماير تيبل، وعند الام بتاعتنا اللي هي الاب ستريم دي، وعند قيمه الام دي هجيب منها قيمه النيو ام. طيب انا مثلا بالنسبه لي الكيس دي اسمها M1، فانا مثلا هقول له هجيب الام 1، فانا كده كاني جبت النيو M1. فهعمل ايه بقى، مش احنا قلنا من شويه ان انت عندك لما جيت اثبت لقيت ان الدلتا
كانت بتساوي النيو ام بلس كونستانت. طب ايه رايك لو جبنا مثلا الدلتا بتاعه الدلتا دي او الفرق بتاع الدلتا اللي هو يعتبر كانه يبقى يجيب دلتا 2 ماينس دلتا 1. مش احنا هنا يعتبر عندنا 2 كيس، بحيث ان انا اعرف الايه، اجيب الديفليكشن او اجيب الديفليكشن ريجون انجل اللي هي بتحاوط من اول زاويه في الستارت لاخر زاويه بالنسبه لي في الان. فانت بالنسبه لك كان في دلتا 2 اللي هي متكونه هنا ودلتا 1 اللي متكونه هنا، لو جبت كده الفرق بينهم في المعادله دي، فانا بالنسبه لنا لو جينا قلنا مثلا دلتا 1 كانها نيو M1 بلس كونستانت، وعندك هنا دلتا 2 كانها نيو M2 بلس نفس الكونستانت ده، وجيت طرحت دوت من ده، فالمفروض ان هو هيديني ايه؟ هيديني نيو M2 ماينس نيو M1. طيب الدلتا 2 ماينس الدلتا ديت اللي هي يعتبر الديفليكشن انجل اللي انت عارفها، اللي هي الزاويه بين الفلو اير او الاير فلو والزاويه بين البادي نفسه، دي يعتبر هي الديفليكشن انجل او الفرق بتاع الديفليكشن انجل اللي انت عارفه. فانت كده لما تيجي تجيب بقى، انت خلاص جبت النيو M1 والدلتا بتاعتي دي، فانت كده كأن النيو M2 هتساوي نيو M1 بلس الدلتا ديت او بنسميها الدلتا 2. فيبقى كده بالنسبه لي انا جبت تاني خطوه نيو M1، تالت خطوه ان انا هبدا ان انا اجيب نيو M2 اللي هي هتبقى نيو M1 بلس الدلتا توتال. بعد كده بقى المفروض هيبقى مثلا طالب منك حبه بروبرتيز، هيبقى مثلا طالب منك البي 2 او التي 2. فعشان تجيب الجزء ده انت هيكون معاك البي 1 والتي 1. فهتعمل ايه؟ انت المفروض عارف ان البروسيس بتاعتك اللي ماشيه هنا دي كلها هي هنا ايزنتروبيك، واثبتنا خلاص ان الجزء بتاع الاكسبانشن فان ده برضو ايزنتروبيك، وان الجزء برضو اللي هو بعد الاكسبانشن فان برضو هو ستيل بالنسبه لي ايزنتروبيك. فانت كده ايه؟ انت عندك الفلو كله سواء بقى قبل او بعد او خلال الاكسبانشن ويف هو كله ايزنتروبيك. فانت ممكن تتعامل عادي بالايزنتروبيك تيبل، ان انت هتخش الايزنتروبيك تيبل عند M1 هتجيب منها، خلينا نكتبها كده، هنخش الايزنتروبيك تيبل عند الM1 وهجيب منها القيمه بتاعه البي 1 على البي نوت، تمام. والبي نوت بتاعتي او الاستجنيشن بريشر بتاعي هو ثابت، تمام. في الشوك ويف كان بيختلف ليه؟ لان انا فقدت اصلا جزء من الطاقه، فبالتالي الاستجنيشن بريشر هو اختلف. اما هنا بالنسبه لنا هو الاستجنيشن بريشر بالنسبه لي هو ثابت ما اتغيرش. فهو كان مديك مثلا البي 1، فانت من هنا هتجيب الاستجنيشن بريشر اللي هو البي نوت. هتقوم بعد كده تستخدم برضو نفس الايزنتروبيك تيبل، بس المره دي عند M2 بعد ما تجيبها، وهتجيب البي 2 على البي نوت اللي انت لسه حاسبها، ومن هنا هتقوم مطلع البي 2. نفس الفكره بقى لو كان مديك التي او مديك الرو. طيب انا هجيب الام 2 ازاي اصلا؟ من الخطوه رقم 3 اللي احنا اتكلمنا عليها دي، احنا جبنا خلاص النيو M2. هتخش نفس التيبل بتاعك، بس المره دي هتبص على النيو M2 وتبص على القيمه اللي انت طلعتها وتشوف هي بتناظر كام من ماخ نمبر. فانت كده طلعت ايه؟ طلعت ماخ نمبر. فمن هنا برضو هخش او هستخدم بقى التيبل بتاعنا اللي هو بتاع البرنتل ماير تيبل، وهبدا ان انا اجيب منها الام 2. دي كده يعتبر هي الخطوات اللي انت هتمشي بيها عشان تحل اي مساله خاصه بالاكسبانشن ويف. طيب المسائل اللي هتجيلنا بقى ممكن يجيب لك اكسبانشن ويف لوحدها، ممكن يجيب لك ان انا عندي 2 اكسبانشن ويف حصلت وبعد كده حصل لها ريفليكشن، تمام، وكون اكسبانشن ويف مره ثانيه، فهنشوف هنحلها ازاي، تمام. او ممكن يجيب لك ان انا عندي مثلا اكسبانشن ويف وشوك ويف الاثنين في مساله واحده، ان انا حصل عندي اوبليك شوك ويف وبعد كده حصل عندي مثلا اكسبانشن ويف، زي ما هنشوف في المسائل ان شاء الله. في حد عنده بس اي مشكله كده في الشرح؟ خلينا كده نبص على المساله دي. في المساله ديت هو بيقول ايه؟ بيقول اير از فلوينج اوفر ا فلات وول، وبعد كده مديني ماخ نمبر والبريشر والتمبريتشر بتاعي اللي هو في الاول. فانا بالنسبه لي M1 ب1، الP1 ب 50 كيلو باسكال، والT1 ب 20 سلسيوس، هنحولها طبعا للكلفن. وبعد كده بيقول لك ان الوول تيرنز اواي فروم ذا فلو وكونت انجل معينه ب 10 ديجري. فانا كده بالنسبه لي الوول بتاعتي كانت ماشيه بالمنظر ده، وبعد كده بدات انها تبعد عن الفلو بمقدار 10 درجات. فانا كان عندي ويف ماشي كده في نفس الاتجاه بتاع الوول عادي، وبعد كده المفروض هو هيضطر ان هو يمشي في نفس اتجاه الوول برضو هنا. فالمفروض هيتكون برضو عندنا هنا اكسبانشن فان ليها منطقه معينه. الاكسبانشن فان بالنسبه لنا اللي هي دي، انت المفروض مديك هنا M1، مديك البي 1 ومديك T1 وعايز الام 2 وعايز البي 2 وعايز التي 2.
ده كده المفروض اللي هو طالبه في المسألة. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الستيب اللي احنا قلنا عليها. هنخش كده التيبل بتاعنا اللي هو بتاع البرنتل مير تيبل عند قيمة الام واحد اللي هي ب3، ونجيب منها قيمة النيو ام واحد. فانا هخش التيبل كده عند قيمة ال3 اللي هي بالنسبة لي القيمة دي، هلاقي ان قيمة النيو ام واحد بتاعتنا 49.7573. وبعد كده هبدأ ان انا اقول له تاني خطوة ان انا هجيب النيو ام 2 اللي هي بالنسبة لنا عبارة عن النيو ام 1 بلس الدلتا توتال. والدلتا توتال بالنسبه لي انا بحسبها ازاي؟ دايما كده عود نفسك وانت بتحسب الدلتا توتال، بص على الاير فلو قبل الاكسبانشن ويف، تمام، وشوف الاتجاه بتاعه ماشي ازاي. فانت بالنسبه لك الاتجاه بتاعه كده، وبص على الاتجاه بتاع البادي نفسه المفروض ان هو هيمشي بيه، تمام. فانت بالنسبه لك انت عندك الفلو قبل كده واتجاه البادي نفسه هو بالمنظر ده، فالزاويه بينهم هي بتعبر عن الدلتا توتال. فبالنسبه لنا الدلتا توتال هي بالنسبه لي 10 درجات زي ما هي. فانا هاخد ال 49 دي اضيف عليها 10، فهتبقى بالنسبه لنا 59، ونفس الكسور بتاعتنا 7573. هرجع ابص تاني على التيبل بتاعي بس المره دي عند قيمه 59.75، هتلاقي ان هي تقريبا نفس القيمه دي. انت هات العلاقه تقريبيه، الا اذا مثلا لو لقيتها ان هي 59 و6 من 10. 6 من 10 ديت اللي هي ممكن تبقى كام؟ ممكن تبقى 3 57% ماخ نمبر، تمام. انما هي ادام هي قريبه قوي كده، فانت اعتبر ان بالنسبه لك خلاص ان انت عندك الماخ نمبر في الحاله الثانيه هو 3 58. فانا برضو هرجع ان انا اقول له هستخدم برضو تاني البرنتل مير تيبل، وهجيب منه قيمه الام 2 اللي هتطلع معانا ب 3 58. كده انا جبت يعتبر اول حاجه هو عايزها اللي هو الام 2. فاضل بقى ان انا اجيب البي 2 والتي 2. فاحنا المفروض زي ما احنا قلنا هنخش الايزنتروبيك تيبل عند قيمه الام 1 الاول عشان اجيب منها الاستجنيشن بروبرتيز بتاعتي سواء بقى كانت البريشر او التمبريتشر. وعند ام 1 دي هخش اجيب البي 1 على البي نوت، وهجيب كمان التي 1 على التي نوت. ومن هنا هقدر ان انا اطلع القيمه بتاعه البي نوت، وهطلع برده من هنا القيمه بتاعه التي نوت. يبقى انا كده جبت الاستجنيشن بروبرتيز بتاعتنا. اخر حاجه خالص ان انا برده هستخدم نفس الايزنتروبيك تيبل دي، بس المره دي عند ماخ نمبر الثانيه اللي انا حسبتها اللي هي كانت ب 3 58. هجيب منها البي 2 على البي نوت والتي 2 على التي نوت، وهعوض بالبي نوت والتي نوت اللي انت حسبتها في الستيب اللي قبلها دي، وتجيب منها البي 2 والتي 2. دي يعتبر هي مسألة بتعرفنا الجزء بتاع الاكسبانشن، ويعتبر هي أبسط نوع من المسائل اللي ممكن يجي لك على الاكسبانشن ويف. خلينا نشوف مسألة كمان كده. في مسألة رقم 17 هو مديك ايه؟ مديك ان انا برضو عندي برضو وول، والوول دوت الهواء بيمشي عليه بماخ نمبر ب3.5، فمدينا ام 1، مدينا برضو البي 1. وبعد كده بيقول لي ان الوول دوت بدأ ان هو ينحرف بزاوية 25 درجة، وكون من خلالها ايه؟ اوبليك شوك ويف، تمام. فانا كده ادام هو كون اوبليك شوك ويف، فاكيد ان بالنسبه لي الزاويه دي بالنسبه لنا هي بوزيتيف او زاويه موجبه، فاكيد هتبقى طالعه بالمنظر ده كده مثلا بزاويه 25. طب بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك شورت ديستانس داون ستريم اوف ذس ذا وول تيرنس اواي، يعني الوول بدات انها تبعد عن الفلو بتاعي بمقدار زاويه بكام؟ 25 درجه برده. فادام ان هي بدات تبعد عن الفلو بتاعي بمقدار 25 درجه، فلو كانت دي 25 فكأن بالنسبة لنا هي هتبعد عن الفلو بتاعي اللي اتكون بشكل جديد ده. مثلا ممكن نخليها مثلا بالمنظر ده انها تكون برضو 25 درجة بالنسبة لنا. فانا بالنسبة لي هنا اتكون اوبليك شوك ويف، والجزء اللي هو هيبعد ب 25 درجة بعيد ده هيتكون ايه؟ هيتكون مثلا اكسبانشن ويف، ممكن نعملها كده. فالفلو بتاعي هيبدأ ان هو يمشي كده، هيلاقي نفسه ان في وول قدامه بمقدار 25 درجة اللي هي بالنسبة لنا الدلتا 1. بعد كده هيبدأ ان هو يطلع بنفس الاتجاه بتاع الوول بتاعتي، وبعد كده هيبدأ ان هو ياخد تاني زاوية 25 درجة، بس المرة دي كأنها بالنيجاتيف بقى، كأنها نازلة لتحت، بحيث ان هو ايه؟ كأنه يبقى موازي مرة تانية للمنظر ده. وكأن بالنسبة لي ان الاتجاه بتاعنا الزاوية بالنسبة لي في الحالة التانية لو كان بالنسبة لنا دي نفس الاتجاه الممتد للوول كده، فدي بالنسبة لي هي الدلتا 2 او الزاوية التانية اللي هي ب 25 درجة برضو. يبقى انا كده يعتبر عندي دلتا 1 اللي هي 25 درجة، ودلتا 2 اللي هي برضو 25 درجة. طيب بما ان اصلا الفلو بتاعي هو ايزنتروبيك بشكل عام، فوانت بتحل دايما ادام هي نفس الدلتا عملتها
كونت اوبليك شوك ويف وبعد كده عكست نفس الدلتا دي او نفس الزاويه دي وعملت منها اكسبانشن ويف، فانت منطقي كده لازم الهواء بتاعي اللي هنا ده تقريبا يكون هو نفس الايه الماك نمبر اللي هنا. هو كده مديك هنا ايه، اديك ام واحد ب3.5 ومديك البي واحد ب100 كيلو باسكال. هنا المفروض احنا عرفنا اللي هيتكون اوبليك شوك ويف، وبالنسبه لي الجزء الاحمر ده هيتكون اكسبانشن ويف. عايز ايه بقى؟ هو عايز يحسب، حتى هو هنا بيقول causing the flow to be parallel to the original direction، وهو منطقي اصلا ادام نفس الزاويه بتاعتي فهو اكيد هنرجع بنفس الزاويه 25. هنخلي برضو ان الفلو بتاعي هيبقى موازي لنفس الفلو اللي هو كان الاوريجينال بتاعنا اللي هو الام 1. عايز ماخ نمبر والبريشر داون ستريم ذا اكسبانشن ويف. فلو سمينا المنطقه دي رقم 2 والمنطقه دي رقم 3 فهو كده عايز ام 3 وعايز البي 3. كده كانها مساله بسيطه على الشوك ويف ومساله بسيطه على الاكسبانشن ويف، وهو يعتبر عمل لهم انتجريتد مع بعض او دمجهم مع بعض. فانت هتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تاخد الخطوات بتاعه الاوبليك شوك ويف عادي خالص. ان انت اول حاجه خالص هتيجي عند الام 1 اللي هي بالنسبه لك ب3.5 والدلتا 1 اللي هي بالنسبه لك ب25 درجه، هتخش الاوبليك شوك ويف شارت وهتبدا ان انت تحسب من خلالها سيتا 1. فاحنا لو جينا نخش كده الشارت بالنسبه لنا عند 25 درجه اللي هي بالنسبه لي بعدها بعد ال 24 كده بمربعين هنبدا ان احنا نطلع ونشوف قيمه ماك نمبر ب3.5. فانا عندي قيمه ماك نمبر ب3.5 اللي هي بالنسبه لنا لو جينا بصينا كده بين ال3 و4 وبين ال3 و6 فهتبقى بالنسبه لي تقريبا هي عند ال39 او عند ال40. يعني ايه، انا برضو هبقى ابعت لكم الحلول بتاعتها ونبقى نشوف يعني الارقام بتاعتها، بس هنقول تقريبا ان هي عند ال40 درجه. فكده انا جبت السيتا 1 طلعت معايا ب40 درجه اللي هي بالنسبه لنا الزاويه بتاعه اللي هي الشوك انجل دي. هنجيب بقى منها الام 1 نورمال اللي هي عباره عن الام 1 في ساين سيتا 1. وبعد ما نجيب الام 1 نورمال هنبدا ان احنا نجيب تاني خطوه ان احنا هنخش الايزنتروبيك تيبل عند الام 1 نورمال ونحسب منه الام 2 نورمال ونحسب كمان منه البي واي او البي 2 على البي 1 على اساس ان احنا معانا البي 1 نطلع من هنا طبعا البي 2. ومن الام 2 نورمال دي هنقدر ان احنا نطلع الام 2 ان هي عباره عن الام 2 نورمال على ساين سيتا 1 ماينس الدلتا 1. نطلع الام 2. طيب بعد ما طلعت الام 2 بقى المفروض انت هتستخدم لما تيجي تجيب البي 3 انت بالنسبه لك هنا ايزنتروبيك والمنطقه رقم 2 برضو ايزنتروبيك، فانت اكيد محتاج الاستجنيشن بروبرتي بس مش الاستجنيشن بروبرتي اللي هي دي اللي هي البي نوت 1. تمام، انت محتاج الاستجنيشن بروبرتي اللي هي في المنطقه اللي قبل الاكسبانشن ويف على طول اللي هي بالنسبه لك البي نوت 2. ليه؟ لان البي نوت 2 طبعا هتبقى اصغر من البي نوت 1 زي ما احنا اتعلمنا قبل كده في الشوك ويف. فانت محتاج تجيب البي نوت 2 عشان تقدر ان انت تحسب البي 3. انت المفروض خلاص طلعت الجزء اللي هو بتاع الام 1 نورمال ده قصدي طلعت من الام 2 نورمال طلعت الام 2. هتخش بقى من الام 2 دي الايزنتروبيك تيبل وهتجيب الريشيو اللي هي بتاعه البي 2 على البي نوت 2. وانت جبت البي 2 اهوت من الخطوه دي فهتقوم جايب من هنا ايه البي نوت 2. فانت كده طلعتها بالنسبه لنا اللي هي يعتبر كانها ثالث خطوه. انت كده يعتبر خلصت كل الجزء اللي يخص الشوك ويف او كل الداتا اللي انت محتاجها. انت محتاج الجزء اللي قبل الاكسبانشن ام 2 ومحتاج الاستجنيشن بريشر بتاعتنا تكون موجوده. طيب هنبدا بقى ان احنا نجيب الخطوات بتاعه الاكسبانشن ويف عادي خالص. ان انت هتقول له هستخدم البرنتل ماير تيبل عند القيمه بتاعه الام 2 اللي انت طلعتها دي وهتجيب من خلالها النيو ام 2. وبعد كده هتقول له ان انا عندي برضو الدلتا توتال اللي هي المفروض الزاويه بين اتجاه الفلو اللي هو المفروض هيبقى هنا كده اللي هو الاتجاه ده، والزاويه بين المفروض البادي بتاعنا اللي هو بالنسبه لنا الدلتا 2 اللي انا بنسميها في الحاله دي دلتا 2. فدي كده كانها هي الدلتا توتال بالنسبه لنا. فهتجيب بعد كده ان الخطوه اللي بعد كده النيو ام 3 عباره عن النيو ام 2 اللي انت حسبتها من التيبل دي وهتضيف عليها الدلتا 2 اللي هي بالنسبه لك ب 25 درجه. هترجع تاني تخش التيبل مره تانية تجيب من هنا الام 3. يبقى انت كده طلعت الام 3 خلاص. طيب بعد ما جبت الام 3 هتيجي على اخر خطوه خالص هتستخدم الايزنتروبيك تيبل عند قيمه الام 3 وتبدا ان انت تجيب البي 3 على البي نوت 3 اللي هيها بالظبط ايه البي نوت 2 في الحاله بتاعتنا.
زي ما احنا قلنا. فهتجيب من هنا خلاص البي 3. حد عنده سؤال كده في المساله دي؟ طيب المساله دي انا هقول فكرتها بس، اللي هي رقم 18، مش هنحلها يعني على اساس ان هي يعتبر زي اللي قبلها، هنقول الفكره بتاعتها بس. هنا في المساله دي بيقول ايه؟ بيقول ان احنا عندنا اير فلو وماشي بماخ نمبر 2، فانا كده عندي M1، عندي تمبريتشر وبريشر. المفروض ان هو يعكس بس الكلمتين دول مكان بعض، نبقى نظبطها. فهو مديك هنا البي 1 وهنا التي 1. وبعد كده بيقول لك one wall of this duct turns through an angle 5 away. فدام 5 away يبقى هي بالنسبه لي كده كونت expansion wave. فانا مثلا عندي دكت ماشيه بالمنظر ده، والدكت دي بدات ان هي تنحرف مثلا فوق هنا كده مثلا بزاويه 5، ان الزاويه دي بالنسبه لنا هي كده هي الدلتا 1 اللي هي مثلا بالنسبه لي 5 درجات، leading to formation an expansion wave. فاكيد اتكون بالنسبه لنا expansion wave هنا. وبعد كده بيقول this expansion wave reflected off the flat opposite wall، يعني الناحيه الثانيه من الوول بتاعه الدكت بتاعتي بدات خبطت فيها وعملت ريفليكشن معين. خلينا نكمل الرسمه كده. فانا هتكون عندي expansion wave هنا، فبالتالي هي خبطت فهترتد، هتعمل عمليه ريفليكشن كاكسبانشن ويف ثانيه بالمنظر ده. والجزء اللي هو بين التو اكسبانشن ويف دي بنسميها region of interaction. كويس ان هي جت عشان نتكلم على الجزئيه دي. انت المفروض هنا تكون عندك اكسبانشن ويف نمبر 1 واكسبانشن ويف مثلا نمبر 2. الاثنين دولت اكسبانشن ويف اللي هي نمبر 1 ديت حصل لها ريفليكشن فبدات انها ترتد بالمنظر ده. بس انت لقيت ان في ايه، في يعتبر جزئيه كده او منطقه معينه من الهواء حصل فيها تداخل بين التو اكسبانشن ويف. فانت المفروض ان الاكسبانشن ويف الاولانيه مثلا سي المفروض ان هي كلها نازله بالاتجاه ده مثلا، والاكسبانشن ويف الثانيه المفروض ان هي كلها طالعه في الاتجاه ده. فايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان انت عندك جزء طالع وجزء داخل في المنطقه اللي هي بتاعه التداخل اللي بينهم دي. فكده كأن الفلو بتاعي هنا بدل ما هو كان 1 dimensional flow، بقى الجزء بتاعنا دوت هو الفلو بتاعي بقى 2 dimensional flow. وانت المفروض في الدراسه اللي احنا بندرسها حاليا وقبل كده في الفلويد، انت كنت على طول بتدرس ان الفلويد بتاعك في الغالب انت بتتعامل معاه على اساس ان هو 1 dimensional flow. تمام؟ حتى المسائل اللي احنا بنحلها كلها احنا بنفترض ان الفلو بتاعنا هو 1 dimensional flow. فالمنطقه بتاعه اللي هو الانتراكشن هي ايزنتروبيك وكل حاجه، بس الفكره انها 2 dimensional flow، فالخصائص بتاعتي ممكن يكون ارقامها مختلفه. طيب هو لما يجي بيشتغل هو بيفترض ان المنطقه الاولانيه هي المنطقه دي عادي، والمنطقه الثانيه هي المنطقه دي عادي. منطقه التداخل دي بيكون ليها خصائص ثانيه مختلفه عن المنطقه دي والمنطقه دي نتيجه تداخل الاثنين فلو مع بعض. تمام؟ دي حاجه بس ممكن تجي لك كسؤال نظري، انما هي مش هتيجي مطلوبه منك في حاجه في المساله. طيب هو اللي طالبه منك في المساله ايه؟ طالب منك في المساله البريشر والتمبريتشر بيهايند الريفلكتد ويف اللي هي اصلا بتاعه مين؟ الاكسبانشن. فانا عندي كده تو اكسبانشن، واحده عاديه وواحده عملت ريفليكشن. فالمفروض ان الفلو بتاعي هيمشي ازاي؟ انا عندي الفلو بتاعي هيمشي كده، هتبدا وفي الاتجاه الثاني هيبدا ان هو يمشي ازاي؟ هيمشي كده لحد ما يخبط في الجزئيه دي، وان انا عارف ان هو هيبدا بالمنظر دوت كده يحصل عمليه ريجوليشن كده او عمليه تصحيح معينه بحيث ان هو يرجع للاتجاه ده. طب هنا المفروض ان هو بعد ما حصل الاكسبانشن ويف دي هيبدا ان الفلو بتاعي يظبط من مساره مره تانية بالمنظر ده كده، ويبدا ان هو يطلع في الاتجاه ده تاني مره تانية. ده كده المفروض الشكل بتاع الفلو قبل وبعد. فدي كده المنطقه الاولانيه مثلا لو جينا سميناها ممكن نسمي ديت اكسبانشن ويف A ودي اكسبانشن ويف B، ودي كده بالنسبه لنا المنطقه الثانيه، ودي كده بالنسبه لي اللي هي بعد الجزء بتاع الاكسبانشن دي كده هي المنطقه الثالثه. انت معاك في المساله ايه؟ معاك M1 معاك P1 ومعاك T1 كجيفن، وهو عايز الايه، هو عايز بريشر وتمبريتشر. انت كده كده اصلا عشان تجيب بريشر وتمبريتشر لازم تجيب الماخ نمبر، فهو عايز البي 3 والتي 3. الفكره بقى في المساله دي انت عندك تو اكسبانشن ويف، انت عندك كل الفلو بتاعي زي ما قلنا هو ايزنتروبيك، فانت عندك البي نوت هي بالنسبه لي كونستانت سواء بقى بعد الاكسبانشن ويف الاولانيه او بعد الاكسبانشن ويف الثانيه، هو البي نوت بالنسبه لي كونستانت. فانت هتعمل ايه من هنا؟ هتخش الايزنتروبيك تيبل عند الام 1 هتجيب البي 1 على البي نوت، التي 1 على التي نوت، وتجيب منها الاستجنيشن بريشر والاستجنيشن تمبريتشر. فانت كده جبت الاستجنيشن بريشر والاستجنيشن تمبريتشر، ده بالنسبه لك خطوه اهي اتعملت. بعد كده انت بالنسبه لك هنا لو جيت حبيت ان انت تجيب النيو او الفانكشن او البريندل ماير فانكشن بتاعت اللي هو الريجون الثالثه دي، فانت بالنسبه لك النيو ام 3 هتبقى عباره عن ايه؟ نيو ام 1 في الدلتا بتاعتي. طيب هي الدلتا بتاعتي المفروض ان هي بكام؟ انت عندك اتجاه الفلو بتاعي اهو
اللي هو الاتجاه الدلتا دوت اللي هو كان بكام؟ بزاويه 5 درجات. طب والوول بتاعتي هنا المفروض ان هي ماشيه بشكل هوريزونتال كده مكمله عادي، فالاتجاه بتاعي مع الشكل الهوريزونتال هيديك ايه؟ هيديك زاويه 5 درجات برضو اللي هي بالنسبه لك كانها دلتا 2. فكده انت عندك دلتا 1 ب5 ودلتا 2 برضو بكام؟ ب5. فانت المفروض ان هي عباره عن النيو ام 2 معلش زائد الدلتا 2. طيب انت بالنسبه لك النيو ام 2 اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن النيو ام 1 بلس الدلتا 1، والدلتا 2 هي بالظبط الدلتا 1. فانت كده ممكن على طول تعمل سكيب للجزئيه دي وتعملها في خطوه واحده، ان انت تقول له النيو ام 3 عباره عن النيو بتاعه الام 1 بلس 2 دلتا. يعني كام؟ يعني 2 في 10 في 5 في الجزء ده يديك 10، والنيو ام 1 دي انا هجيبها على طول من عند قيمه الماخ نمبر اللي هي رقم 1 اللي هو اصلا كان مديها لي ب2. هتخش تجيب النيو اللي هي عند ماخ نمبر ب2 وتجمع عليها 10 درجات اللي هي بالنسبه لنا هتطلع ب 26 37. هتجمع عليها 10 درجات هتبقى بالنسبه لك كانها 36 و38% تقريبا. فانت لو جيت بصيت هنا تاني هترجع تبص على التيبل هتلاقي ان 36 وحاجه 30% ممكن نعتبرها القيمه دي. فهنلاقي ان الام 3 كده الام 3 بكام؟ الام 3 ب 2 38%. فانت من هنا يعتبر طلعت الحل بتاع المساله بتاعك ب 2 38%. هتلاقي كده في الاخر يعتبر ان الام 3 تقريبا ب 2 38%. خلاص انت جبت الام 3، خش الايزنتروبيك تيبل هات البي 3 على البي نوت، هات التي 3 على التي نوت، وانت بالنسبه لك جبت الاستجنيشن بريشر والاستجنيشن تمبريتشر خلاص هتجيب التي 3 والبي 3. طيب امتى تحل المساله ديت بقى بالتفصيل ستيب باي ستيب بدل ما انت تختصر كده؟ لو هو كان طلب في المساله ان هو عايز البريشر والتمبريتشر اب ستريم وبيهايند الريفلكتد ويف، تمام؟ غير كده انت هتحل المساله تختصر الكام خطوه دولت وخلاص وتريح دماغك. دي كده كانت الفكره بتاعت مساله رقم 18. طيب في مساله رقم 19 برضو هنقول فكرتها كده سريعا لان هي برضو شبه المسائل اللي قبلها. قايل لك اول حاجه ان انا عندي اوبليك شوك ويف حصلت للهواء بتاعي اللي ماشي بماخ نمبر ب2.5، وبعد كده الشوك ويف ديت بدات ان الشوك ويف ديت المفروض ان الفلو بتاعي انحرف ب10 درجات. يعني بسبب الشوك ويف دي الفلو بتاعي انحرف ب10 درجات، يعني دي كده كانها قيمه مين؟ الدلتا. فانا كده بالنسبه لنا ان انا كان عندي مثلا جسم معين ايا كان الجسم دوت ليه دلتا معينه، والدلتا ديت المفروض ان هي المفروض كده قيمتها ب10، وتكون نتيجه الجسم دوت شوك ويف خلت الفلو بتاعي يحود بمقدار ايه؟ بمقدار 10 درجات. ده هو اللي بيقوله في المساله. فادام حود بمقدار 10 درجات او انحرف بمقدار 10 درجات فكده كانه بيقول لي بالظبط الدلتا بتاعتي بكذا. ده كده اللي هي المنطقه الاولانيه، ودي كده هي بالنسبه لي المنطقه الثانيه، ودي بالنسبه لنا هي الاوبليك شوك ويف. طيب هنا بيقول ايه بعد كده؟ بيقول ذا شوك ويف اصطدمت بفري باوندري along which the pressure is constant and equal to that existing upstream of the shock wave. يعني ايه؟ يعني بيقول ان هي صدمت بفري باوندري والبريشر بتاعها كان ثابت وبيساوي الاكزيستنت اب ستريم اوف شوك ويف. يعني يعتبر البريشر بتاعي في الحاله الاخرانيه ديت اللي هي ممكن نقول حاله رقم 3 كان بيساوي البريشر في الحاله الاولانيه اللي هو البي 1 اللي انا اصلا ما اعرفوش. يبقى انت كده معاك داتا ان البي 1 بتساوي البي 3 ومعاك ان الام 1 بتساوي 2.5. احنا كنا بنقول ايه؟ ان احنا دلوقتي عندنا ان الاوبليك شوك ويف دي صدمت بفري باوندري معين، وهنفترض ان الفري باوندري مثلا كان هنا كده، ده كده بالنسبه لنا هو الفري باوندري، ولما اصطدمت بيه كان البريشر بتاعي ثابت وكانت قيمته بتساوي البريشر قبل الايه؟ قبل الشوك ويف زي ما هو قال. يعني كده البي 3 بتساوي البي 1 زي ما احنا قلنا، ونتج عن الجزء بتاعنا دوت نتج عنه اكسبانشن ويف. قال لي ان الشوك از ريفلكتد فروم ذا باوندري، يعني كانها خبطت في الباوندري هنا وعملت ريفليكشن، بس الريفليكشن دوت كون بالنسبه لي اكسبانشن ويف. طيب هو الكلام دوت اصلا بيحصل ازاي؟ ده كده بالنسبه لنا هو الاكسبانشن ويف. انت المفروض بالنسبه لك وانت ماشي في الهواء كده انت المفروض في بادي اللي هو الجزء اللي هو بالجسم الاحمر اللي هو اللون الاحمر ده، انت عندك البادي وتكون شوك ويف. فالشوك ويف بالنسبه لك في المنطقه اللي هي قريبه من البادي دي هتفضل بالنسبه لك الى حد ما قويه. كل ما تيجي تبعد عن البادي الشوك ويف بتاعتك بتضعف 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 لحد ما تيجي توصل لنقطه معينه اللي هي تصطدم بالفري باوندري بقى. ان انت عندك الظروف الجويه الطبيعيه خالص، انت عندك ان هي الظروف بتاعه الهواء هنا هي بالظبط نفس الظروف بتاعه الهواء هنا، نفس الظروف بتاعه الهواء هنا، فهيبدا ان هو ايه؟ يصطدم بالضغوط بتاعه الهواء العاديه خالص. فهيتكون بالنسبه لك ان انت بعد الاوبليك شوك ويف بعد ما تضعف انت محتاج ان هي بعد ما تضعف ترجع تاني البروبرتيز بتاعتك كلها ترجع تاني تتساوى مع بعضها.
ان البي 1 تتساوي مع البي 3 عادي، ان التي 1 تتساوي مع التي 3 عادي. كل البروبرتيز بتاعت الهواء هي محتاجه انها ترجع تاني لمنطقه الاستقرار بتاعتها. فبيحصل ايه؟ هيحصل اكسبانشن ويف. ليه؟ لان الضغط بتاع الاوبليك شوك ويف بالنسبه لي هو اوريدي هنا كبير، اللي هو الضغط اللي هو بتاع مين؟ بتاع البي 2. ليه؟ لان انا عندي البي 2 هي اكيد اكبر من البي 1. فعشان اخلي البي 3 ترجع تاني مره تانيه تساوي البي 1، فمحتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل اكسبانشن ويف تقلل لي الضغط من البي 2 توصله البي 3 بحيث ان هو يساوي مين؟ البي 1. فهو ده السبب بتاع ان انا اتكون عندي اكسبانشن ويف، ان انا عايز ارجع الضغط مره تانية. طيب في الجزء اللي هو بتاع الاكسبانشن ويف ده، لو افترضنا مثلا ان هو بالشكل ده كده، وان الفلو بتاعي هيبدا ان هو يطلع كده وهيخبط هنا، هتبدا بالنسبه لنا يرجع يعدل من نفسه مره تانية لحد ما يبدا ان هو ايه؟ يبقى في نفس الاتجاه بتاعي مره تانية. فدي كده اللي هي ريجن او المنطقه رقم 3، ودي بالنسبه لنا الاكسبانشن ويف، ده الاوبليك شوك ويف. فهي بالظبط نفس فكره المساله بتاعه الضغط، بس الفكره ان الضغط كانت الناحيه الثانيه، اللي بيقابل الضغط من الناحيه الثانيه هو وول، اللي هو الجزء ده، وكانت الجزء الثاني هو ريفلكتد ايه؟ ريفلكتد يعتبر اكسبانشن ويف. تمام؟ اما في الجزء دوت بالنسبه لنا لا، هو بالنسبه لك انت كأن انت اصطدمت بفري باوندري وكون بالنسبه لنا اكسبانشن ويف. فالخطوات بتاعت حل المساله دي هتبقى نفس الخطوات بتاعت حل مساله اللي هي تاني مساله احنا حليناها، اللي هي المساله دي اللي احنا رحنا بدلتا معينه ب 25 ورجعنا بالدلتا دي مره ثانيه ب 25 درجه. هنا برضو في الجزء ده هتلاقي برضو ان دلتا في الحاله الثانيه، ان دلتا برضو بالنسبه لك هي ثابته، ان دلتا 1 2 اللي هي بالنسبه لنا الدلتا اللي متكونه هنا اللي هي ب 10 درجات دي، هتلاقي بالظبط هي بالظبط كان دلتا 2 3 اللي هي بين منطقه 2 و3. ليه؟ لان انت عندك الفلو بتاعك اتجاهه كده، وانت عايز ترجع تاني لنفس الاتجاه بتاع الفلو القديم، فهتلاقي ان هي نفس الدلتا اتكونت هنا. فنفس الخطوات بالظبط بتاعه تاني مساله احنا حليناها اللي هي مساله رقم 17، نفس الخطوات هنمشي بيها في مساله رقم 19. بس الفرق هنا ان ايه بقى؟ ان هو انت ما عندكش البي 1. مساله رقم 17 هو كان مديك القيمه بتاعه البي 1، انما هنا في 19 لا، هو مش مديك البي 1 البي 3، وفي نفس الوقت هو طالب منك الدايركشن بتاع الاكسبانشن ويف. يعني ايه؟ يعني عايز يجيب الدلتا اصلا. احنا يعتبر باي ديفولت من الفهم اللي احنا فهمناه، احنا عرفنا ان الهواء عايز يرجع تاني يستقر، فيرجع تاني لنفس الاتجاه بتاعنا. ده الشرح بتاعها الفيزيكال. هو عايز اصلا يعرف الدلتا 2 3 دي، ولازم برضو وانت بتحسبها هتلاقيها قريبه جدا من 10، ممكن تطلع 10 و2 من 10، 10 و1 من 10، 9 و8 من 10. كل ديت بالنسبه لك حاجات اكسبتابل وحاجات بتدل فعلا انت ماشي صح. تمام؟ كفيزيكال لازم الدلتا دي تطلع هي بالظبط نفس الدلتا الثانيه. ليه؟ عشان الفلو بتاعي او الدايركشن فلو بتاعي لازم يكون نفس الدايركشن فلو بتاع المنطقه الاولانيه. طيب انت هتحل المساله ازاي دي بقى؟ انت المفروض معاك هنا البي 1 والبي 3 بالنسبه لك كقيم هي واحده، بس انت مش عارف قيمتهم بكام. اول خطوه هنيجي عند ام 1 اللي هي ب2.5، والقيمه الثانيه اللي هي بتاعت الدلتا اللي هو مديها لي ب10، هنجيب منها قيمه السيتا 1 اللي هي الزاويه بتاعتي، او سيتا 1 2 اللي هي الزاويه بين 1 و2 يعني لو انت عايز تسميها كده. فسيتا 1 2 دي بالنسبه لنا انا خلاص طلعتها من الشارت بتاعتي بعد ما جبتها من الاوبليك شوك ويف شارت. هتقول له بقى ان ام 1 نورمال عباره عن الام 1 في ساين الزاويه اللي انا طلعتها دي. وبعد كده هتخش بعد كده الايزنتروبيك تيبل عند قيمه الام 1 نورمال، وهتجيب منها الام 2 نورمال، وهتجيب كمان الريشيو بتاعه البي 2 على البي 1. بس انت هتقول انا ما اعرفش البي 1 بكام، بس انت هات الريشيو بس. انت كده معاك الريشيو من الام 2 نورمال. هجيب الام 2 اللي هي عباره عن ام 2 نورمال على ساين الزاويه بتاعتي اللي انا طلعتها ماينس الدلتا 1 اللي هي ب10، تطلع معاك الام 2. طيب انا دلوقتي جبت الام 2، اكيد اتكون عندي اكسبانشن ويف، فانا محتاج برضو ستاجنيشن بريشر اللي هو البي نوت 2 عايز اجيبه. فهتيجي عند الام 2 دي وهتقول له ان انت هتجيب من الايزنتروبيك تيبل عند الام 2 هتجيب منها البي 2 على البي نوت 2. جبت برضو الريشيو وخلاص، انت ستيل بس جبت الريشيو. طيب احنا خلاص جبنا البي 2 على البي نوت 2. هتجيب بقى من ام 2 دي برضو، هتيجي برضو تقول له عند ام 2 دي انا هخش البرنت المير تيبل وهتجيب النيو ام 2. طلعت معاك بقيمه. طيب بعد ما جبت النيو ام 2 انت المفروض بقى ايه؟ محتاج تجيب الام 3
عشان تعرف تجيب الدلتا. ما انت اصلا هو طالب منك ايه؟ طالب منك الماك نمبر وطالب منك الدلتا، فانت محتاج تجيب الام 3 بس بطريقه تانية غير البرندل ماير، وبعد كده تجيب الدلتا. طب هنجيبها ازاي؟ انت لو جينا كده نفكر ان احنا نخش التيبل ببي 3 على البي نوت. طب هي البي نوت ديت اللي هي بي نوت مين؟ البي نوت 2. طيب بي 3 على البي نوت 2 دي مش احنا ممكن نقول ان هي بتساوي البي 2 على البي نوت 2 مضروبه في البي 3 على البي 2. لو جينا ضربنا الاثنين ريشيو دول مع بعض كاني بالظبط انا كده جبت الريشيو بتاعه البي 3 على البي نوت 2 واقدر اخش الايزنتروبيك تيبل. طيب انا اعرف اجيب بقى البي 3 على البي 2 دي اجيبها ازاي؟ المفروض كان مديك داتا في المساله ان البي 3 بتساوي البي 1، فكده بالظبط البي 3 على البي 2 كانها ايه؟ كانها بي 1 على البي 2. طب ما انت طلعت اصلا في المساله بي 2 على البي 1، فهتاخد المقلوب بتاعها ديت كده كانها هي بالظبط كانها بي 2 على البي 1 بس اس ماينس 1. هتاخد المقلوب بتاعها وتضربه في مين؟ في الريشيو اللي انت جبتها اللي هي بي 2 على البي نوت 2. يبقى انت كده جبت البي 3 على البي نوت 2 جبتها برقم. هتخش بقى بالنسبه لك الايزنتروبيك تيبل. لو احنا كده جينا فتحنا الايزنتروبيك تيبل، هتخش مثلا الايزنتروبيك تيبل عند اي قيمه للبي على البي نوت هتقوم جايب القيمه اللي بتناظرها بايه؟ بالماك نمبر. يبقى انت كده طلعت الام 3. يبقى خامس خطوه ان انا هستخدم الايزنتروبيك تيبل عند قيمه البي 3 على البي نوت 2 هنجيب من خلالها قيمه الام 3. يبقى انا كده جبت الام 3. من الام 3 ديت بقى هقول له ايه؟ هقول له عند الام 3 دي هستخدم البرندل ماير تيبل وهقوم جايب منها القيمه بتاعه النيو ام 3. كده انا جبت قيمه النيو ام 3 وجبت القيمه بتاعه كمان النيو ام 2. فهجيب بقى الدلتا بتاعتنا اللي هي الدلتا توتال بقى بتاعتنا او الدلتا 2 3 اللي هي من المنطقه 2 ل 3 عباره عن كام؟ عباره عن النيو ام 3 ماينس النيو ام 2. تطلع معاك تقريبا ب 10 درجات. ممكن تطلع زي ما قلنا بقى 10 و1 من 10 10 و2 9 و8 من 10 9 و9 من 10 ايا كان هي هتطلع معاك بكام. المهم ان هي هتطلع معاك قريبه من 10. فهتيجي في الاخر خلاص بقى تقول له بعد ما طلعت اللي هو ماك نمبر هتقول له يبقى انت كده بالنسبه لك الفلو دايركشن after الاكسبانشن ويف is parallel to الاوريجينال فلو دايركشن. ان انت عندك نفس الاتجاه بتاعك اللي هو الفلو اللي بعد الاكسبانشن ويف هو بيكون برضو نفس الاتجاه بتاع الاوريجينال فلو دايركشن بتاعنا اللي هو اللي انا افترضته في الاول اللي هو ايه؟ هوريزونتال. انا افترضته في الاول ان هو كان هوريزونتال. دي الفكره بتاعت مساله رقم 19. مساله سهله بس الفكره بس ان انت تفضل ماشي بناء على الداتا اللي هي معاك اللي هي الريشيو بس. لو كان معاك طبعا القيمه بتاعت البي 1 كان الموضوع بالنسبه لك هيبقى اسهل بكتير. بس بالنسبه لنا برضو احنا ايه عرفنا نحلها عادي. طيب احنا كده بالنسبه لنا يا شباب فاضل لنا مساله رقم 20 ومساله كمان رقم 21 هنحلهم ان شاء الله مع بعض مره ثانيه